كانت ديانا بنت أرستقراطية، كانت جميلة جدا، وغير كده كمان في أخلاقها كانت كويس. علشان كده البيت الملكي اختارها إن هي تكون عروس لتشارلز، غير كده كمان إن هي تكون أم ولي العهد. وخلفت ابنين، بس تحصل خناقات ما بينهم، وديانا تقول مشكلتها مع تشارلز للإعلام ويحصل الطلاق، بس بعد كام سنة تموت. نفس اللي حصل للأميرة ديانا هو اللي حصل للملكة ناريمان. كانت جميلة واتجوزت الملك فاروق علشان مهمة، ألا وهي إن هي تخلف ولي العهد. يلا بقى بينا نعرف قصة الملكة ناريمان في قصة إنسان النهاردة. بس قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لايك للحلقة لو الفيديو عجبكم، وتكتبوا لي تعليق تحت عن رأيكم في الفيديو. اتولدت ناريمان في 31 أكتوبر 1933. كان أبوها حسين فهمي صادق، ده كان وكيل عام وزارة المواصلات. أمها كانت أصيلة هانم، ومن اسمها فكانت عيلتها أساسا أصيلة وعريقة جدا. كان جد ليها مدير للأوقاف، وواحد تاني كان رئيس لمحكمة الجنايات، وواحد تاني كان عمدة للمنيا. كانت البنت الوحيدة لعيلتها، علشان كده كانت ناريمان كانت مدللة. دخلت مدرسة المنصورة الابتدائية، وبعد كده دخلت مدرسة مصر الجديدة الابتدائية لما عيلتها راحت على القاهرة، وبعد كده دخلت على مدرسة فريال الثانوية، ومن هنا وقفت التعليم بتاعها. كانت جميلة جدا، وكان جمالها كان ملفت. كانت بتحب ان هي تعزف على البيانو، وغير كده كمان كانت بتحب القراية، قراية المجلات العلمية والجرايد، وغير كده كمان هي كانت بتحب قوي قراية التاريخ الفرنساوي. اتقدم بقى لخطبتها محمد زكي هاشم، ده كان نائب في مجلس الدولة وقتها، وبعد كده هيكون وزير للسياحة في عهد الرئيس السادات. الأب كان موافق على الجوازة دي، بس الأم ما كانتش موافقة. راحت ناريمان ومحمد علشان يشتروا الدبلة عند أحمد نجيب، ده كان الجواهرجي بتاع الملك فاروق. وغير ان هو كان الجواهرجي بتاع الملك فاروق، فالملك فاروق كان معينه ان هو يدور له على عروسه، وطبعا العروسة تكون بمواصفات معينة، وكل المواصفات دي انطبقت على ناريمان. فعلى طول الجواهرجي راح قال للملك فاروق. الملك فاروق لما شافها اعجب بيها وطلب الجواز منها، بس ابوها كان معترض. علاقات فاروق النسائية، وغير كده حكايته مع الملكة فريدة، واللي ما يعرفهاش يروح يشوف حلقة الملكة فريدة، هتلاقوها تحت في صندوق الوصف. بس امها اصيلة هانم كانت موافقة جدا على الجوازة دي، وبسبب كده ابوها جاله ازمة قلبية ومات. علشان تكون ناريمان ملكة لازم تتعلم الاداب بالملكية، علشان كده هتسافر على ايطاليا هي وامها وعمها علشان تتعلم من كبيرة وصفات البلاط الملكي الايطالي. من هناك تم الخطبة 11 فبراير 1951، وده كان يوم عيد ميلاد الملك فاروق، والجواز كان 6 مايو 1951، وده كان عيد جلوسه على العرش. الفرح وقتها اتكلف 73,000 جنيه، المبلغ ده كان كبير جدا وقتها. غير كده كمان فستان الملكة ناريمان كان مرصع ب10,000 قطعة من الماس، وكان من بيت ازياء جيرمان ليكون في باريس، والطرحة كانت من دانتيل فينيس، وكل هدومها دي اتكلفت اكتر من 5,000 جنيه. كانت الشهور ناريمان الاولى سعيدة جدا، ما كانتش بتتدخل في السياسة على عكس الملكة فريدة، فهي كانت شخصيتها ارق واكثر طواعية من الملكة فريدة. الملكة فريدة كانت حاسة ان دورها ان هي لازم تعارض الملك فاروق علشان تحاول ان هي تعمل حدود لفاروق، لان هو كان دايما كان يقول الحاجة والحاشية بتاعته تنفذ، فهي كانت بتحاول ان هي تحط حدود لفاروق. لكن مهمة ناريمان كانت مختلفة عن فريدة، علشان كده كانت مركزة على الانجاب، وفعلا انجبت احمد فؤاد ولي العهد 16 يناير 1952. وتحصل كوارث كتيرة جدا في شهر يناير 52. 25 يناير يتم حدث كبير جدا في اسماعيلية، و26 يناير يحصل برضو حريق القاهرة، وتدخل مصر في وقتها في انذار وحالة طوارئ كبيرة جدا، وده يكون بدايات للثورة. وفي 23 يوليو 1952 كانت في الاسكندرية هي وفاروق والبنات، وكانت ناريمان في قصر المنتزه، وفاروق راح على قصر راس التين، وكان مستنيه هناك الأميرة فوزية وجوزها إسماعيل شيرين. واللي ما يعرفش الأميرة فوزية فيروح هتلاقي تحت الحلقة بتاعتها في صندوق الوصف. ساعتها الملك عبد العزيز ملك السعودية طلب من الملك فاروق إن هو يجي عنده. ناريمان في الوقت ده كانت موافقة علشان كانت حابة إن عيالها يتربوا كويس جدا، بس فاروق طلب إن هم يروحوا على إيطاليا، وتنازل فاروق لابنه أحمد فؤاد عن الحكم، وطبعا في الوقت ده كان طفل، فعشان كده ناريمان اختارت الوصي على الحكم الامير محمد عبد المنعم. بس فاروق خاف عليه وقال انا لازم اخده، مش هسيبه في مصر. وعلى طول راحوا هو وناريمان والبنات على المركب المحروسه وطلعوا على ايطاليا. وفي الوقت اللي خرجوا فيه من مصر ما كانش معاهم جوازات سفر تثبت ان هم جنسيه مصريه، خرجوا بلا جنسيه تماما. نزلوا في كابيه مش في روما،
علشان الحكومة الإيطالية اختارت ليهم كابين، وتم استقبالهم على إنهم وفد دبلوماسي لأن كان معاهم ملك مصر أحمد فؤاد. غير كده كمان الحكومة الإيطالية عملت لهم جوازات دبلوماسية ليهم هم كلهم. وبعد كده اشتروا بيت هناك بجنينة، بس نريمان ما قدرتش تستحمل، كان فاروق بيعاملها وحش، فعلى طول طلبت من أمها أصيلة هانم إن هي تلحقها وتجيلها على طول على إيطاليا. وفعلا تروح أصيلة هانم علشان تجيب بنتها من إيطاليا. ما يرضاش فاروق في الوقت ده إن هو يدي أحمد فؤاد لنريمان، وترجع لنريمان على مصر كمواطنة عادية جدا بعد ما خرجت منها كملك. أما بقى بالنسبة لأحمد فؤاد وفادية وفوزية الصغيرين، فأختهم الكبيرة الأميرة فريال هي اللي كانت بتربيهم، وهي اللي لعبت دور أمهم، وهي بس كان عمرها 15 سنة تقريبا. ولما جت نريمان على مصر كانت بتتردد على صاحبتها واحدة اسمها عقيلة نقيب، وكانت بتروح شقتها في الزمالك، وده كان أرقى الأحياء في مصر وقتها. وشافت هناك أخوها اللي هو دكتور أدهم النقيب، وده كان دكتور لسه جاي من كامبريدج، لسه عامل الدكتوراه من هناك. حبته واتجوزوا 1954 وانتقلوا علشان يعيشوا في الإسكندرية، وخلفت ابن تاني وهو أكرم، بس اتطلقت سنة 1964 بعد 10 سنين من الجواز، ورجعت تاني على بيت أمها أصيلة هانم. حاولت أصيلة هانم ونعيمة هانم أم أدهم إن هم يعملوا جو من الاحترام والاستقرار ما بين نريمان وما بين أدهم، علشان كان ما بينهم ولد وهو أكرم. وبعد 3 سنين من الطلاق اتجوزت مرة تالتة من الدكتور اللواء إسماعيل فهمي سنة 1967، وفضلت معاه لغاية ما ماتت، يعني بالظبط 38 سنة. وكانت بتقعد في شقة في مصر الجديدة في استقرار وعزلة تامة عن الإعلام وعن أضواء الكاميرا. بس هي بغريزة الأمومة بتاعتها ما نسيتش أحمد فؤاد، وراحت له بعد ما تم 20 سنة. أحمد فؤاد في الوقت ده كان في كلية علوم سياسية في جامعة السوربون في فرنسا، ودي كانت أهم الجامعات الفرنسية. وكان في الوقت ده كان جار للملكة فريدة، عشان كده كانت الملكة فريدة كانت بتعامله زي ابنها تمام. هيتقابل أحمد فؤاد ونريمان وهيتكلموا مع بعض، وهيسامحها إن هي سابته العمر ده كله. وهيتخرج أحمد فؤاد وهيروح علشان يتجوز الأميرة فضيلة أميرة موناكو. وراحت نريمان على الفرح، وفضلت الزيارات على طول ما بين مصر وما بين أوروبا ما بينهم هما الاتنين، وحتى نشأت علاقة ما بين أحمد فؤاد وأخوه أكرم. بس ممكن نشوف إن في استقرار وفي نوع من الانسيابية في حياة الملكة نريمان، بس ده مش حقيقي، لأن الملكة نريمان أساسا في سنة 1969 حصل لها نزيف شديد في المخ، واضطرت إن هي تروح لندن علشان تعمل عملية وتوقف الوريد اللي بينزف، ويفضل أعراض النزيف ده مستمرة معاها اللي هو الصداع والزغللة. بس لما الملكة فريدة افتتحت المعرض بتاعها في بيت لوتس عبد الكريم صاحبتها، الملكة نريمان حبت إن هي تروح عندها، وأول ما شافتها الملكة فريدة راحت حضنتها، لأن هي كانت شايفة إن هما الاتنين مروا بنفس التجارب المؤلمة. وده كان أول لقاء وآخر لقاء ما بين ملكتين مصر، الملكة فريدة والملكة نريمان. بيفضل المرض موجود مع نريمان بس يتغلب عليها ويحصل لها غيبوبة، تستمر في الغيبوبة دي المدة، وبعد كده تموت في 16 فبراير سنة 2005، وكان عمرها في الوقت ده 72 سنة. اللي حصل لديانا هو نفس اللي حصل لنريمان أو شبهه على الأقل. الشكل والمظهر لعبوا عامل كبير جدا معاه، واتجوزوا علشان يخلفوا ولي العهد. وبعد ما اتطلقت ديانا كان في مشروع للجواز، بس هي ماتت في نفق في فرنسا. وهكذا نريمان دخلت في علاقتين، العلاقة الأولى فشلت والعلاقة الثانية استمرت وقعدت 38 سنة. وبس هي دي قصة النهاردة، قصة الملكة نريمان. مع السلامة.